بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخواني؟ عساكم بخير. معكم أخوكم محمد من قناة محمد إكس رجال. هذا فيديو بسوي شرح إعدادات، أحسن إعدادات حصلتها لإخراج الجيم بلاي أو المقطع من سوني فيجاس. وأشكر أخوي عبد الرحمن الفايز أو ملولم، بتحصلون قناته بالدسكربشن. هو أعطاني هذه الإعدادات وصراحة ما شاء الله، يعني الوضوح ممتاز والحجم يعني شيء حلو صراحة رهيب. يعني قبل كنت ارفع مقاطع يوصل حجمها 500 600 ميجا، بعد ما اعطاني هذه الاعدادات صار الحجم يعني من 1 جيجا، واحد يعني تقريبا من 1 جيجا يوصل عندي يعني الى نص او اقل، يعني تقريبا الى نص جيجا اللي هو 500 ميجا او 600. فبرويكم الاعدادات هذه وان شاء الله تفيدكم. طبعا في البداية قبل ما تسوي رندر تروح ل properties او خصائص، لازم هذه الاعدادات تكون موجودة اللي هي الكاستم. طبعا هنا انت تغير، تحط 1280، بعدين الهايت 720، بعدين نان بروجريسيف سكان، بعدين هذه 1 بوينت اصفار، بعدها هذه صفر، بعدين هنا 60 بوينت 60 نقطة اصفار، بعدين 8 بت. الفول ريزوليوشن ريندرينج تايب كواليتي بيست، ما في تايب. فول ريزوليوشن ريندرينج كواليتي بيست، موشن بلو تايب جيشن، وهذه اللي بعدها دينكليريس ميثود نون، وتشيل الصح من هنا وتحط صح على هذه. بعدين تروح للاوديو، الاوديو مثل ما هو اكزامبل، ما غيرت شيء في الاوديو صراحة، غيرت بس في الفيديو هذه، وتسوي اوكي. لان الحين مثلا بعد ما سوينا هذه خلونا نجيب مقطع، دقيقة، مقطع جيم بلاي مثلا على سبيل المثال. لو قلنا هذا زين، هذا مثلا، هذا الجيم بلاي بنسوي الاخراج. طبعا دائما مثل ما قلت لكم، اول ما تجيب الجيم بلاي تروح عند فيديو افكس، بعدين تروح على شاربن هذه، وتحط الريست ان تسحبها على المقطع بحيث انه شوف بيكون عندك شوي اوضح. زين، بعض الاحيان يطلع من الاتش دي بي ار تكون هنا في خط اسود وهنا خط اسود، فتضغط على هذه بس وتصغر. لو كان في خطوط سوداء تصغرها كذا بس، لكن الحين حاليا لان المقطع من اول يعني مسوي له الحركة هذه. على العموم بعد ما تجيب المقطع تسوي فايل رندر از، مثلا في الديسكتوب خليه 2 اي اسم، تحط مين كونسبت في سي اي اي سي ام بي 4. طبعا انا مجهز الاعدادات مسيفه باسم ملولم. تسوي كاستم، تحط انكلود فيديو، كاستم فريم ريت 1280 720، الو سورس، هذه تشيل الصح من عندها، تشيل التك. بعدين بروفايل مين، هذه الفريم ريت تخليها 30 بوينت اصفار. اللي بيقول انا استغربت قلت يا اخي 30 بيطلع مخيس، قال لي اصلا اخونا عبد الرحمن الفايز قال لي المقطع يوم تحطه 60 طبعا بيكون اوضح، لكن اليوتيوب لانه هو يعني بعد يوم يرفع المقطع اليوتيوب يصغر او انه يكنسل بعض الشغلات في المقطع فيضغطها الى 30، وهذا السبب انه يوم تكون 60 واليوتيوب يضغط. فاحيانا ان بعض المقاطع لو شفتوا مقطعي نشرت الاخبار الالعاب الاولى ان المقطع صار دبل، لاني كنت مسوي على الاعدادات الاولى، لكن من يوم ما استخدمت هذه الاعدادات الحمد لله كل المقاطع تمام. على العموم فريم ريت 30 بوينت اصفار، هذه تشيل التك من عندها. وفيلد اوردر نون، هذه 1 بوينت اصفار. نمبر اوف ريفرنس فريمز 4، تشيل الصح من نيوز دي بلوكينج فلتر، تشيل الصح من عندها. تحط فاريبل بت ريت، تحط هنا 4، تشيل التك من 2 باس، تحط هنا 4 مليون وتحت 4 مليون. بعدين تروح للاوديو، انكلود اوديو، اللي فوق السامبل ريت تخليها 44100، والبت ريت تخليها 192000 44100، وهذه اللي تحتها 192000. بعدين تروح البروجكت تخلي فيديو ريندرينج كواليتي تخليها بيست. بعدين احفظ الاعدادات عندك باسم ملولم او باي اسم، انا احفظها باسم ملولم لانه هو اللي اعطاني اياها. زين اوكي، بعدين سيف.
حتى ان المقطع يعني بتشوفون ان الوضوح تقريبا ممتاز، والرندرنج بيكون اسرع من الرندر العادي، ما بيطول كثير. على العموم هذه المقطع، اتمنى يكون فيديو عجبكم، اتمنى تكون اعدادات افادتكم، استخدموها، لان يمكن يعني في عندي فيديو بنزله ومحتاج، او بطلب اللي حاب يرسل فيديوهات على شغلة معينة ان تكون فيديوهات بهذه الاعدادات. وشكرا، السلام عليكم. كان معكم اخوكم محمد من قناة محمد اكس رجال. Let's do this.